الحمد لله الذي جعل العلم صلة بين أهله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره من بعده. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن من علينا بهذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه، والذي تفضل علينا وفتح لنا قلبه قبل بيته لأخذ بعض انطباعاته حول زيارته إلى الجزائر. فليتفضل الشيخ مشكور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فزيارتي للجزائر هي حقيقة زيارة عن رغبة كبيرة عندي منذ فترة طويلة، وكثير منكم يعرف ذلك، لأن كثيرا من طلابنا وطلاب الوالد من قديم من هذا البلد نرى فيهم الخير والأدب والحرص على العلم والتعلم، فأعتبر هذه الزيارة حقيقة زيارة صلة وتواصل ومحبة، قبل أن تكون زيارة من أجل إلقاء كلمة أو محاضرة أو درس. والدرس أو الكلمة قد يسمعها الكثيرين من خلال شريط أو من خلال الإنترنت أو من خلال وسائل الكثيرة المتاحة، لكن هذه الزيارة هي حقيقة صلة وتواصل ومحبة وزيارة في الله لإخواننا وأحبتنا. وكثير الرغبة التي عندي أن أدخل بيوتهم واحدا واحدا، لكن الوقت لا يسمح ولا يساعد، لكن الحمد لله، يعني كما يقال ما لا يدرك لا يترك. وكانت حقيقة زيارة طيبة، وفرحت جدا بهذه الزيارة، حصل لقاء طيب وجمع أيضا طيب، وانطباعاتي كلها حقيقة انطباعات جميلة وطيبة جدا، ويعلق في ذهني أشياء كثيرة يمكن أحدث ببعضها، وبعضها يمكن أنساه أو يفوت علي ذكره. دائما مجالسنا يعني دروس، لكن هذه تصير سواليف عن البلد وعن الأخبار. كانت الزيارة وقتها قصير جدا، وصلت إلى الجزائر يوم الثلاثاء الماضي القريب، بعد صلاة الظهر، يعني ربما قبل العصر بساعتين. صليت الظهر والعصر في العاصمة في سكن هناك استاجره الأخوة، وارتحت قليلا إلى بعد إلى العصر. جمعت العصر والإخوة صلوا والتقينا. أعطيكم بعض التفاصيل. يعني سكنت أنا في العاصمة في منطقة يقال لها الرويبة، فسكنت فيها، بت هناك. لكن بعد العصر أخذنا جولة، أخذوني الأخوان إلى مكان جميل جدا، بحيرة يقال لها بحيرة الرغاية. ممكن أخطئ أحيانا بعض الأسماء، لكن وصيب فيه كثير إن شاء الله. البحيرة هذه سبحان الله جميلة، وقال لي المسؤول عن البحيرة
يقول إن فيه طائر يهاجر سنويا في في الشتاء. هذه معلومة خذوها مني أنتم ما تعرفونها. يهاجر في شهر الشتاء من سويسرا، يقصد هذه الغابة والبحيرة، يعني يرتاح فيها. وهي الطائر هذا طائر لونه وردي وكبير جدا، يكون أيضا منظره جميل، وإذا انتهى الشتاء يرجع. ومعتنى بالحديقة نوعا ما جيدة، تجولنا فيها ومررنا بمنطقة مكتظة جدا بالسكان، فيها يعني كثافة سكانية كبيرة جدا، مطلة على البحر، يسمونها باب الواد. فصليت فيها المغرب والعشاء في مسجد من المساجد، أدركنا معهم صلاة المغرب وجمعنا بعدها العشاء. التقينا ببعض الأخوان، يعني بعضهم يعرفني من رآني وكذا. أذكر واحد لحقني وسلم علي، أخ أسمر وطويل، قال أنت شرحت تبصرة الناسك لوالدك؟ قلت له نعم. قال ما في واحد سألك عن سؤال كذا وكذا وكذا، اشرح لي السؤال. قلت له هلا واحد سألنا. قال أنا. قلت حياك الله. يعني يبدي مشاعر وسرور وكذا فيها، ما هو متوقع أن أجي في مسجد. فمشينا منها وبتنا تلك الليلة في رويبة. الصباح الباكر مشينا، وفضلت مع الإخوة أن يكون يعني سفرنا في البر ذهابا وإيابا حتى نتعرف على المنطقة فخرجنا ومررنا بجبال جميلة مكتسية بالخضار، قالوا أنها تسمى الأخضرية، فمرينا فيها. وسبحان الله قالوا في الداخل، في مناطق الداخل كان يعني سابقا أكثر تمركز الخوارج في تلك المناطق. قالوا إنهم فيما بعد كانوا انتقلوا إلى مناطق أخرى، يعني في منطقة جبال قريبة من أبو مرداس، دلس. نعم دلس، جبال دلس كانوا أيضا هناك، كان لهم وجود. وأيضا في الجبال التي في جيجل هناك أيضا كان لهم وجود. لكن الحمد لله يعني إخواني حدثون عن الأمور، يعني طفأت الجمرة تلك وهدأت الأمور. والسلف قديما كانوا يذكرون نهايات مثل هالأعمال، يقولون في كتب مثل ما ذكر حنبل وغيره، يقولون فسجن من سجن وقتل من قتل ورجع من رجع. يعني هذه خلاصة أعمال عبر التاريخ، هذه الأعمال هذه نهايتها. ما يخدمون، يعني ما في خدمات تقدم للدين، يضرون الدين ويضرون المجتمعات المسلمة، لكن يخدم الدين بهالأعمال أبدا هذا ما يحصل. فمن قديم التاريخ نهايات مثل هالأعمال مثل ما لخصها بعض السلف: قتل من قتل وسجن من سجن ورجع من رجع. لكن الحمد لله يعني يذكرون الإخوان الأمور هادئة. رأينا رجال الأمن عندكم حقيقة، يعني طبعا في مراكز في الطريق تفتيش وكذا، يقدرون طالب العلم ويحترمونه، وبعضهم يعني بالكثير منهم يقول تدعي لنا يا شيخ. ما يعرف أصلا، من مجرد ما يعني يبرز له القائد السيارة الهوية يقابله بالتقدير والاحترام. واللباس هذا الأبيض اللي أنت تلبسه مشهور هناك ومحترم أيضا صاحبه، معروف يعني بهدوءه وأدبه. مرينا في الطريق إلى أن وصلنا إلى، طبعا مرينا في ولايات
في الطريق مررنا بولاية بعريريج، وبعدها قبلها البويرة، بعد البويرة بعريريج، وبعدها أيضا سطيف، وبعدها ميلة، وبعدين دخلنا قسطنطينة. هذا كله في النهار. مشينا الصباح الباكر ووصلنا قسطنطينة في الظهر، صلينا فيها الظهر والعصر، صليناها جمع تأخير يعني. إنما ذهبنا إلى مكان كنا مدعوين فيه على الغداء، حتى الغداء أحدثكم عنه. قدموا لنا في الغداء وجبة مشهورة عندكم يسمونها الشكشوكة، على وزن شكشوكة، لكنها سبحان الله غنية، يعني وجبة غنية جدا بالبر والسمن وما أخفيكم لما جينا بالليل بعد المحاضرة وسفر وكذا، قالوا الإخوان نأتي بالعشاء، قلت لا، الشخشوقة ما بدأت هذه مجالا، فرفضت، ما تعشيت تلك الليلة، لأن ما شاء الله زاد المسافر يعني كافية، ما تحتاج. تغدينا ومن المكان الغداء مشينا للمحاضرة. المحاضرة كانت في قاعة مرتب لها، وما كانت تكفي القاعة، وأيضا أعطوهم قاعة أخرى بجنبها، لكن ذكروا الإخوان أن امتلأت القاعتين والساحات، وبعضهم جاء من ولايات بعيدة جدا تكلف المجيء. كانت المحاضرة عنوانها العلم وأثره في تزكية النفوس. من المواقف المؤثرة يخبرني المسؤول عن القاعة، وهو مسؤول رجل فني من العوام ومن طلبة العلم، لكن له خبرة بالصوت ووزن الصوت وترتيب القاعة وتنظيم فيقول إن في الصباح الباكر، هي المحاضرة الساعة 2 ظهرا، يقول في الصباح الباكر وجد شاب نائم على باب القاعة، فيقول يعني هالني الأمر وعطفت عليه، قلت تعال يا ابني، تعال عندي مكان مهيأ تنام فيه، والمحاضرة بعدين في الظهر الآن شمس. قال لا، أنا أبقى هنا حتى أكون أول واحد. وكان ذكروا من منطقة بعيدة نسيتها، يعني جاء منها، ومثل كثير يعني. فمثل هذه الرغبة حقيقة تسر يعني إقبال على العلم وعلى الخير وصبر وجلد. هذه كلها تحتاج من طلبة العلم أنهم يتقون الله في مثل هؤلاء الشباب، ويحسنون إليهم ويترفقون بهم ويحسنون في توجيههم وتعليمهم. مثل هذه الرغبات القوية إذا ما وجدت من يأخذها أخذا هادئا رفيقا بالعلم والأدب والخلق تضيع. ألقيت المحاضرة كانت تبدأ من 2 ظهرا إلى 4 عصرا، يعني كانت الحديث كله حول الموضوع، وأحس في الحضور يعني رغبتهم وحرصهم. وقلت لهم في مقدمة المحاضرة، قلت لهم شيء هو حقيقة في قلبي والله شهيد عليه. قلت لهم الشعب الجزائري شعب حبيب إلى قلبي، وهذا اللقاء يعني من قديم وأنا جدا حريص على أن أحضر وألتقي بالإخوة، والحمد لله الذي يسر اللقاء وهيأ هذا الجمع. وكثير منهم كبار وصغار الحمد لله يجمعنا بهم محبة في الله وأخوة. بعد المحاضرة مشينا، طلقنا لأن فيه زحام وأعداد كبيرة، ولو وقفنا يصعب، فمشينا. وكان ترتيبنا أن نخرج إلى يعني ولايات أخرى
نتعرف على البلد. فطلعنا من قسطنطينة، ونسيت أقول لكم قبل المحاضرة أخذوني بجولة كذا في قسطنطينة، فيها ما شاء الله جسور معلقة جميلة متميزة بها، وحدثوني أنها بلد مشهورة أيضا بالعلم، ومنها الشيخ عبد الحميد باديس من نفس المنطقة. جزاه الله خيرا والي قسطنطينة كان هو الذي يعني أصدر الموافقة للقاء، وكانوا أيضا مسؤولين يتابعون الترتيبات والنواحي الأخرى للقاء. خرجنا من المنطقة ومشينا إلى ولاية يقال لها جيجل، وحدثوني عنها أنها مشهورة أظن بشجر الزيتون، ولا أنا مخطئ؟ أي مشهورة بشجر الزيتون، وأيضا مشهورة بتدين يعني أهلها، ومشهورين بالمحافظة. فأخذنا جولة، سبحان الله هي تطل على البحر، وساحلها في الغالب صخري وصخور جميلة. فوقفنا السيارة ومشينا في الساحل بين الصخور والأمواج، يعني سبحان الله منظرها عجيب تلتطم بالله. فلقيت رجل من العاصمة قال لي أنا أول مرة أحضر المكان هذا، يقول لي إنه جميل وكذا. قلت أنا مثلك يعني أول مرة. فقال لي أنا لي 3 أيام أجي هنا، لأنه سبحان الله يقول يحرك في قلبي التسبيح، وهذه آية من آيات الله. فجلسنا، منظر سبحان الله عجيب جدا. وخرجنا منها على قرب الغروب، يعني غربت الشمس ونحن في المنطقة، ومشينا إلى بجاية. بتنا في فندق ذكره لنا بعض الإخوة وأثنوا على صاحبه خيرا. فلما وصلنا إلى الفندق عرفنا أنه لا يبيع في فندقه ولا يوجد في فندقه أشياء محرمة. ولما أردنا مغادرة الفندق صباحا ودعنا الرجل وشكرناه ودعونا له، وذكر أنه مهاجر من فرنسا. ولما افتتح الفندق قال له كما ذكر لنا بعض الناس أنك إذا لم تبع بعض الأشياء في الفندق تخسر ويقل الزبائن. يقول فقلت لهم أن أربح قليل جدا من المال يكفيني، وهو خير لي من أن أربح مالا كثيرا. يقول ولكن أبشركم ولله الحمد الزبائن عندي في الفندق كثر، والناس يرتاحون ويطمئنون، وهذا من بركة المال الذي يحرص صاحبه على الحلال. وودعنا الرجل وغادرنا المكان. مرينا بجبال مرتفعات عالية يسمونها أدكار، ومرينا بمنطقة مشهورة بشجر الفلين. سبحان الله، يعني من آيات الله هذه الفلين الخشبي مش الفلين الأبيض الصناعي. يكسو الشجرة وينزع من غلاف ورقال للشجرة، ينزع من غصون الأشجار ويباع يصنع منها الفلين. ومررنا أيضا في الطريق على بلدية إعكورن، وشاهدت هناك طائر معروف، طائر اللقلق، ويعرف هذا الطائر باللغة الأمازيغية بلارج، ويتميز بأرجله الطويلة وأجنحته الواسعة، وهو يبني عشه فوق أعمدة خطوط الكهرباء العالية وفي قمم الأشجار العالية، فترى عشه عاليا رفيعا وتراه على عشه بمنظره الجميل. وذكروا لي الإخوة أن هذا الطائر والعهدة عليهم يغار على أنثاه غيرة شديدة،
ويكتفي أيضا بأنثى واحدة. وذكروا لي أيضا أنه إذا بنى عشا اكتفى به فلا ينتقل منه إلى عش واحد إلى عش آخر. فقلت لهم لعل هذا الطائر قد تمثل قول الشاعر: رضيت من الدنيا بأيسر بلغة وبيت يواريني وزوجة واحدة. مشينا ومرينا بولاية تيزي وزن، يعني معروف أن هذه بلاد البربة، وما شاء الله يعني رجال متدينين وعلى خير وفضل ما شاء الله. وأعرف فيها بعض الخيار، منهم رجل يعني كبير في السن كان عندنا في المدينة فمريته على الطريق وسلمت عليه. ومنها مشينا إلى متجهين العاصمة، مرينا بآخر ولاية هي مرت علينا بومرداس، هي آخر ما مرينا. ومشينا إلى المطار رأسا، كادت تفوتنا الطيارة لكن يسر الله والحمد لله أدركنا الله. أعطيكم شعور، أنا زرت بلاد كثيرة جدا، يعني ما أذكر أني زرت بلد وحفظت أسماء مدن، ما أذكر أبدا، أنساها ولا يعني سبحان الله أي بلد أمر أقول هذا أكيد فيها طلان وهذا فيه كذا وهذا كذا. أحس أني مضطر أني أعرف اسمه وإيش فيه، ولا كان واحد في مكان له أو في منطقة له. يعني زرت بلاد كثيرة جدا ما أذكر أبدا أني حفظت. يعني كانت مدة قصيرة لكن ما شاء الله الأخوان اللي معي قالوا يعني الوقت ما يكفي كل هالأماكن هذه. لما أردنا انتهينا قالوا سبحان الله ما يكفي، لو كنا بنرتب برنامج ما يقول ما يكفي، لكن يسر الله الحمد لله. آخر ما انتهينا في المطار لقيت واحد من الأخوة يتحراني في المطار، يعني يذكرنا زارنا وحضر بعض الدروس في المدينة، فودعت الأخوة المرافقين. كنا مع أخوة حقيقة أفاضل، واحد منهم كنت أسميه المرشد السياحي، يشرح لي المناطق يعني الأشياء اللي فيها. هذه معلومات، لكن أنا أعرف أنها بالنسبة لكم وغيركم حلوة يعني. هذه خلاصة للزيارة، وحقيقة كانت يعني جدا طبعة طيبة، بلدكم جميل جدا ما شاء الله، جميل ويجمل بشكل كبير بالأخلاق والعلم والأدب والتواصل. الله يعمر أوقاتنا وإياكم بالخير ويثيبكم أجمعين ويبارك فيكم. تلخصون يعني أحسن طريقة لاستثمار مثل هذه الطاقات وقدرات الشباب؟ هو يعني البلد يعني مقبل إقبال قوي جدا على العلم وعلى الخير وهذا الإقبال يحتاج إلى طلبة علم أخيار وأكفاء يرتبون برامج علمية ودعوية وأشياء تكون واضحة. وقفتنا أطلعوني عدد من الإخوان هناك على برامج جميلة وواضحة ونفع الله بها نفع كبير جدا في المنطقة، والحمد لله يعني كل شيء متاح عندك، طبع الكتب وتوزيع الأشرطة العلمية، ويعني وفيه أمور يعني قد يكون مثلا متوقف فيها لأسباب خلفيات أمنية، لكن ترتيب الأمور وإتيانا من أبوابها وبالحسنى وبالهدوء والتواصل مع ولاة الأمر والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد تتيسر أمور كثيرة جدا. أنا أنصح بهذا وأنصح الأخوان يكونون يعني متعاونين ومتعاضدين ويبحثون يبتعدون عن الأسباب التي توقع العداوة والشنآن والبغض، ما تأتي بخير. هذا الخلاف كله شر. الختام شيخ.
كلمة توجيهية خاصة بالطلبة الموجودين في الجامعة الإسلامية؟ والله الطلبة الموجودين في الجامعة هم يعيشون نعمة يتمناها كثير في الجزائر، كثير جدا يتمنون هذه النعمة. فعلى من أكرمها الله بهذه النعمة أن يحمد الله حمدا كثيرا، أن يسر له طلب العلم في المدينة، وأن يبقى فيها مدة وتكون زاد علمي له، فيتقي الله في ما قدم لأجله وهيئ له، فيحفظ وقته في العلم والتعلم والعبادة وتقوى الله عز وجل. وأيضا يهيئ برامج علمية دعوية واضحة يقدمها في الإجازات كنوات لعمله بعد التخرج. يعني أعرف بعض طلبة العلم لهم جهود كبيرة في الإجازات، ينتظر بفارغ الصبر أن يتخرج حتى يكمل مشاريعه العلمية. وفي بعض الطلبة ما عنده همة دعوية فيرجع ولا يقدم شيء. فرصة من الآن واحد يبني نفسه ببرامج خفيفة ويسيرة يرتبها. يعني حتى كان في اقتراحات كنت اقترحها، يعني ليس من شرط العمل الدعوي أن يكون كبير وواسع، لكن لما تذهب في الإجازة يكون عندك أهداف معينة تقصدها. يعني من الأمثلة اللي كنت أقولها، يعني أن يكون من أهدافك أن يحفظ على يديك عدد من الشباب 40 للنووي، وتوفر لهم المتن، شجعهم على حفظه، وليكونوا 3 أو 4 أو 10. مثل هذه البدايات الله يبارك فيها وتزيد وتكثر مع الأيام، وطلاب العلم يشجع بعضهم بعض ويتواصلون ويكثر الخير. من الأشياء المهمة في الصيف الواحد يرتب برامج جيدة وواضحة وهادفة، والإخوة اللي يكرمهم الله بالعلم والدراسة والله ينصحهم أن يتقوا الله في إخوانهم في بلادهم، بالأدب وبالعلم بالخلق، بالتواصل مع ولاة الأمر، أخذ الأمور يعني من أبوابها بالهدوء بالحسنى وبالكلمة الطيبة وترتيب الأمور. والباب اللي ما يتيسر الآن بالهدوء وبالكلام الطيب يتيسر أيضا في وقت آخر. أسأل الله لكم جميعا التوفيق والسداد والخير والبركة، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.